سلام سلام، مرحبا بكم، إن شاء الله يا رب تكونوا في أحسن الأحوال. شوفوا لي هذه الصورة وشوفوا هذا المنظر وشوفوا هذا الروعة والانتعاش. اليوم بإذن الله راح نحضر معاكم جلاس بالنوغا، يجي بنين قمة في الانتعاش وقمة في الروعة، وهذا هو اللي نقدر نقاوم به الحر والسخانة تاع الصيف. ما تخلعكمش الصورة، راهو ساهل ماهل يتحضر بكل سهولة. الحاجة الأولى اللي رايحين نحضروها هي الطبقة هذيك المقرمشة تاع النوغا. عندي 150 غرام سكر نحطوه على نار متوسطة ندوبوه، يعني نرجعوه كما العسل. هنا نشوفوا بعد ما داب لي تماما رايحه نزيد له حفنه تاع اللوز، يعني اقل حتى واحد ما يجيش حتى 100 غرام، يعني شويه تاع اللوز. نخلطوه مع ديك العسيله تاعنا، نطفيو النار، نحطوا ورق الطبخ هنا ولا ورق الطهي. نحاولوا بسرعه، هنا البنات لازم تكون يدكم خفيفه، نحطوه بسرعه قبل ما ييبس في البرمه ولا في الكسرونه تاعنا، ونوزعوه على هذاك ورق الطهي اللي حطيناه. شوفوا، او في ساعه يبس معاكم. هذه الطبقه ولا هذه النوغه اللي رايحين نحضروا بها، نخلطوها في الكلاس ونحطوها نزينوا بها الوش تاع الكلاس تاني. يعني شوفوا البنات، بعد ما تجربوا الوصفة هذه والطريقة هذه في تحضير الجلاس، راح تنساو تشريوه من برا، رايحين توفروا الدراهم تاع البرا. يعني تاكلوا حاجة بنينة وروعة، ويعني تحضروها بيديكم. هنا بعد ما يبس تماما نبداو نهرسوا فيه بأي حاجة يعني عندكم. شوفوا واش راح نديروا. هذاك الخشين رايح نحيوه على جهه، والرقيق شويه هو اللي راح نحطوه داخل الكلاس، وهذاك الخشين نزينوا به الوجه تاع الكلاس تاعنا. يعني قسمتهم على كميتين. هنا عندي كريمه الخافق، حطيتها شويه واحد 10 دقائق في كونجيلاتور باه تبرد مليح. هنا عندي 500 مليلتر يعني نص لتر، ونبدا نطلع فيها غير بشويه. نبداو بسرعه متوسطه ومن بعد نزيدو. صدقوني، ويعني اذا ما حضرتوش هاد الكلاس رايحين تراطيو بنة عظيمة، ورايحين تديروه بحجم كبير عائلي يكفي، يعني ما شاء الله. هنا عندي زوز مغارف تاع كراميل انا حضرته في الدار. اذا تحبوا نشارك معكم الوصفه ما كان حتى مشكل، يعني يجي روعه روعه، خير من اللي يتباع برا. حطيت زوز مغارف كبار يكونوا معمرين مليح، ونزيد نكمل نطلع هذيك الكريمه تاعي. هنا واش رايحه نزيد؟ هنا رايحه نزيد آه 2 علب تاع كيما نقولوا حنا في الجزائر كريم كراميل، لا كريم ديسير يقولوا له في الجزائر، هذا اللي يجيب الكراميل من تحت. ونخلطوه مليح 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 مع هذيك الكريمه اللي طلعناها وهذوك الكراميل اللي حطيناه. خلطوا غير بشويه، الريحه والبنه حاجه ولا اروع. هنا رايحه نحطوا هذيك الكميه تاع النوغا الرقيقه هذيك، نخلطوها مع الكريمه. هكا نخلطوها مليح مليح مليح. يلا يا بنات، يلا كل من يشاهد القناة شوية تفاعل، راكم راقدين ما كان حتى تفاعل، وهذا الشيء راه شوية يفشلني. هنا هذاك المول تاعي ولا السيركل هذاك، حطيت من التحت حطيت له ورق شفاف، وفرغت هذيك الكريمة ولا هذاك الكلاس تاعنا في هذاك السيركل اللي حطينا له طبعا فيلم اليمونتير من تحت، ونوزعه بالطريقة هذه. هنا ريحة أنا درته في الليل. شوفوا البنات كما تشوفوا مع الطاقة، هنا راهي 10:30 تاع الليل، راهو النرويج ما فيهاش ليل. الحال يقعد هكا حتى يطلع الصباح، هذا في الصيف برك طبعا، الصيف تاعهم راهو بلا ليل. هنا راح نحطه، أنا درته في الليل، نزيد نغلفه يعني نغطيه مليح، ونحطه في كونجيلاتور. انا عملته في الليل، واليوم غدوه ورا الغداء كليناه، يعني حاجه
قمة في البنة والانتعاش والروعة. وكما شفتوا ساهل ماهل يتحضر بكل سهولة. وشوفوا هنا زدت حطيت هذيك الكمية تاع النوغا اللي خليتها، وزدت حطيت له الكراميل، يعني جا توب. روعة روعة روعة، جربوه مش رايحين تندموا، بالعكس راح تندموكم ما تجربوهش. شوفوا الشكل، شوفوا الروعة، يعني يتكل بالعين. يعني نزيد نقربه لكم هكذا، ندير لكم القلب وتروحوا توجدوه حتى يجيكم ضيف عزيز وغالي. هاك تحضروا حاجة تحمر الوجه. يلا نقص لكم شوية، يعني اللي يشوفوا يقول هذا مشراوه من برا، وش نقول لك، من أكبر المحلات. شوفوا ديك الطبقات تاع النوغا الداخل ومن الفوق، يعني حاجة ولا أروع. جربوه ورجعوا لي في لي كومونتير كيفاش خرج معاكم، وانا متأكدة بلي رايح يعجبكم. شوفوا أروع. يلا البنات، ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم. نقول لكم تهلاو في رواحكم، وما تنساوش الضغط على الجرس باه يوصلكم جديد القناه. السلام عليكم.